مع بعض احنا وصفة كيكة شوكولاتة بالموز. الموز اللي يعطيها عندي طعم وقوام كتير هش وكتير جوسي تكون من جوا، وتحضيرها كمان جدا سهل. راح ابلش معاكم بهالس 3 حبات موز كبار او 250 جرام. راح اضيف عليهم عندي حبتين البيض مع الفانيلا وكل المواد السائلة اللي هي عندي كوب ونص من الحليب ونص كوب من زيت النباتي. راح اخلطهم واخليهم على جنب. راح ادخل معاكم المواد الجافة اللي هي عندي الطحين، الكاكاو، السكر، بيكنج باودر، بيكنج صودا، والملح. راح انخلهم وراح اضيفهم عندي فوق المواد السائله على دفعتين مع خلط على الخفيف. طبعا بالفتره هذه بكون فرني صار حامي حراره 180 درجه بالرف الشبكي بالوسط. بعدين راح احطهم عندي بالقالب المجهز واخبزهم تقريبا من 35 ل 40 دقيقه. بعد ما تبدا عندي الكيكه 10 دقائق بشيلها من القالب وبس تبرد بحط عليها صوص الشوكولاته. طبعا مقاديره بالتفصيل عندكم تحت الفيديو موجوده، واذا الوصفه عجبتكم اكيد راح تحفظوها لانها راح تعيدوها اكثر من مره هاي الكيكه. وريت تدعموني هالوصفه هاي معاكم بحفظ ولايك وشير، ويعطيكم الف عافيه.